النهارده باذن الله عايزك تركز معايا بشكل كبير جدا، لانك لازم تطلع من الحصه النهارده فاهم كل كلمه انا هقولها. يلا بينا. قال لي الدرس بتاعنا النهارده بيتكلم عن حاجه اسمها النظام السياسي والاداري. انا عندي كام نظام يا مستر بيدير الدوله؟ قال لي انا عندي العالم فيه اكتر من 200 دوله. بيديرهم كام نظام؟ قال لي بيديرهم نظامين. عندي حاجه اسمها الدول المركزيه، او بقول عليها ما بين قوسين كده الدول الوحدويه، وعندي نظام تاني اسمه الدول اللامركزيه او الدول الاتحاديه او الدول المركبه. يعني لو جالي في الامتحان دوله لا مركزيه هي دوله اتحاديه هي دوله مركبه. طب الدولة المركزية المثال الرئيسي ليها بقول عليها دولة وحدوية. طب الدولة اللامركزية قال لي بتتقسم عندي لنوعين. نوع بقول عليه دولة فيدرالية، معلش الأسماء، ودولة كونفدرالية. يبقى تاني تعالى كده مع بعض واحدة واحدة. النظام السياسي العالم فيه أكتر من 200 دولة، مش بيديروا بنفس النظام. الشارع عندكم فيه أكتر من 50 60 بيت، هل كل واحد بيدير بيته بنفس النظام اللي بيدير بيته الراجل التاني؟ قال لي لأ، كل دولة لها خصائص ولها سمات ولها مميزات ولها عيوب، فأنا بدير الدولة على حسب المقومات اللي عندي. بدأت أديرها على حسب نظامين. العالم اللي بديره يا إما بدولة هتبقى دولة وحدوية أو دولة لا مركزية. الدولة الوحدوية بقول عليها دولة مركزية أو دولة وحدوية. الدولة اللا مركزية بقول عليها يا إما لا مركزية يا إما دولة اتحادية يا إما دولة مركبة. طيب الدولة المركزية قلنا زي الدولة الوحدوية. الدولة اللا مركزية قلنا زي نوعين، دولة فيدرالية ودول كونفدرالية. أنا النهاردة أخدهم الثلاثة دول. قال لي أول نوع من الدول اسمه الدول المركزية. يهمني أعرف ثلاث حاجات. يهمني أعرف يعني إيه دولة مركزية؟ أعرفها إزاي يا مستر على الخريطة؟ يعني أنا لو شفت خريطة العالم دلوقتي تعرف تقول لي الدولة دي مركزية ولا لأ؟ ولا الدولة دي لا مركزية؟ أنهي دولة فيدرالية وأنهي دولة وحدوية؟ هنبدأ نعرف كل حاجة. يبقى يهمني أعرف ثلاث حاجات. يهمني أعرف المفهوم بتاع الدولة المركزية، خصائص الدولة المركزية، وأمثلة عليها. احنا قلنا مفهوم الدولة المركزية وخدناها المرة اللي فاتت، خدناها الحصة اللي فاتت، وقلنا هي الدولة، تعالى مليني كده، هي الدولة التي تتكون من حكومة واحدة. بس كده؟ لا، ومجلس نيابي واحد. الدولة اللي عندها حكومة واحدة بس وعندها مجلس نيابي واحد. مستر يعني ايه مجلس نيابي؟ قال لي مجلس نيابي يعني مجلس شعب، ومجلس الشعب ده المسؤول عن قيام الدستور، هو اللي بيحط القوانين اللي بتدير الدولة. يبقى انا افهم من كده ان الدولة الوحدوية دي سميت وحدوية عشان عندها حكومة واحدة فقط وعندها مجلس نيابي واحد بس. عندها حكومة واحدة مجلس نيابي واحد. الحكومة الواحدة والمجلس النيابي الواحد ده مهمته قال لي إدارة شؤون الدولة. هدير شؤون الدولة داخليا وخارجيا. مستر مش فاهم. هقول لك دلوقتي أنا عندي دولة زي مصر. مصر دي فيها كام حكومة؟ هتقول لي حكومة واحدة. هو يا مستر في دول تانية فيها حكومتين؟ عشان كده لما اجي اقول لك ان الدوله الوحدويه سميت وحدويه عشان فيها حكومه واحده فقط وفيها مجلس نيابي واحد. يعني ايه مجلس نيابي؟ يعني مجلس شعب. مجلس الشعب ده هو المسؤول عن قيام الدستور، هو اللي بيحط لي القوانين اللي بتدير الدوله كلها. الدستور هو اللي قال ان رئيس الجمهوريه يحكم كل 4 سنين. الدستور اللي قال لك ان رئيس الجمهوريه يتم انتخابه من قبل الشعب. الدستور هو اللي حاطط لي كل القوانين بتاعت الدوله اللي انا وانت ورئيس الجمهوريه والوزير والغفير كلنا بنمشي على قيام الدستور. الدستور ده اللي حاطته لي المجلس النيابي. فانا عندي كم مجلس شعب في الدوله؟ عندي مجلس شعب واحد. يبقى اذا الدوله الوحدويه هي الدوله اللي فيها مجلس نيابي واحد
وفيها حكومه واحده. الاتنين دول مسؤولين عن ايه؟ قال لي مسؤولين عن اداره شؤون الدوله داخليا وخارجيا. يعني ايه؟ انا عندي كام رئيس جمهوريه؟ واحد بس. عندي كام حكومه؟ واحده بس. عندي كام رئيس وزراء؟ واحد بس. يبقى انا عندي حكومه واحده هي اللي بتدير الدوله. بس انا عندي سلطتين، عندي حاجه اسمها سلطه مركزيه وعندي حاجه اسمها سلطه محليه. ايه السلطه المركزيه؟ قال لي السلطه المركزيه يعني رئيس الدوله ورئيس الحكومه. دي السلطه اللي موجوده في القاهره. يعني ايه؟ يعني وزير الصحه موجود فين؟ في القاهره. رئيس الوزراء موجود فين؟ في القاهره. مجلس الشعب موجود فين؟ في القاهره. رئيس الجمهوريه موجود فين؟ في القاهره. دول بقول عليهم السلطه المركزيه. طب حلو، السلطه المركزيه دول في القاهره او العاصمه. انما السلطه المحليه دي اللي بقول عليها سلطه الاقاليم، يعني اللي موجوده في المحافظات. يعني محافظ كفر الشيخ موجود فين؟ في كفر الشيخ. محافظ القاهره موجود في القاهره. محافظ اسوان موجود في اسوان. طب رئيس مجلس المدينه موجود في المدينه. طب رئيس مجلس المدينه والمحافظ دول الاثنين بقول عليهم سلطه محليه. طب انا دلوقتي انا لسه قايل لك هي الدوله التي تتكون من حكومه واحده ومجلس نيابي واحد. هما الاثنين دول الحكومه دي موجوده فين؟ موجوده في القاهره او في العاصمه. هما الاثنين دول اللي بيديروا شؤون الدوله داخليا وخارجيا. عشان كده قال لي في الدوله الوحدويه ان السلطه المحليه بتكون اضعف ما يكون. ليه يا مستر؟ لان بتستمد قراراتها من السلطه المركزيه. انا عندي محافظ القاهره عايز يبني جامعه القاهره، لازم يرجع لمين؟ لازم يرجع لرئيس الحكومة اللي هو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية. لازم ياخد منه الموافقة عشان يبني جامعة القاهرة. طب لو ما خدش الموافقة لا يقدر إن هو يبني الجامعة ولا يقدر إن هو يبني مدرسة ولا مستشفى دون الرجوع للحكومة. يبقى الحكومة هي اللي بتدي قراراتها، اللي هي السلطة المركزية بتدي قراراتها للسلطة المحلية، والسلطة المحلية بتباشر تنفيذ المهام بتاعتها. يعني هي بتنفذ مهامها من قبل القرارات اللي بتاخدها من السلطة المركزية. يبقى أنا كده خدت عندي الدولة الوحدوية مفهومها هي الدولة التي تتكون من حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد. مهمتهم إيه؟ قال لي مهمتهم إن هم بيديروا شؤون الدولة الداخلية والخارجية. وعندي سلطتين، عندي سلطة مركزية وعندي سلطة محلية. السلطة المركزية هي اللي بتدير شؤون الدولة كلها، وهي كمان اللي بتدي قراراتها للسلطة المحلية. السلطة المحلية اللي هي سلطة الأقاليم أو المحافظين أو رئيس مجلس المدينة أو أيا ما يكون خارج القاهرة خارج العاصمة بقول عليها سلطة محلية. طب يا مستر أعرف إزاي الدول الوحدوية على الخريطة؟ قال الدول الوحدوية لها مجموعة من الخصائص أو السمات. إيه هي خصائص الدول الوحدوية؟ أول حاجة قال لي هي بعرفها ان سكانها متجانسين. قال لي بتتميز بتجانس السكان. يعني ايه تجانس السكان؟ يعني السكان اللي موجودين في الدول الوحدويه متشابهين. قال لي تجانس سكانها بقى لغويا، احنا دوله مصر دوله وحدويه كلنا بنتكلموا لغه واحده، وعرقيا كلنا من سلاله واحده، ودينيا الغالبيه العامه عندنا مسلمه. فعشان كده احنا دوله متشابهه كلنا زي بعض. ادي واحد. اتنين، قال لي بتتميز بالكثافة السكانية المرتفعة. يعني ايه الكثافة السكانية المرتفعة؟ ما انا قلت لك المرة اللي فاتت ان انا الكثافة السكانية مش بقيسها بعدد السكان الكتير، انا بقيسها بالمساحة. قال لي الكثافة السكانية معناها ان عدد السكان يبقى كتير ويكونوا عايشين على مساحة معينة صغيرة من سطح الارض. اديك مثال، فصل بيضم 30 طالب لما دخل فيه 80 طالب يبقى عدد السكان بالنسبة للمساحة عالية جدا، تبقى الكثافة السكانية في الفصل ده مرتفعة. طب أنا ال 80 طالب دول لو نزلوا ميدان التحرير هيبقى بالنسبة لهم الكثافة السكانية مرتفعة؟ لا، عشان المساحة وسعت. فالمساحة كل ما زادت على عدد السكان قل تبقى الكثافة السكانية قليلة. السكان زادوا على المساحة وهي قليلة تبقى الكثافة السكانية مرتفعة. يبقى أنا بحسب الكثافة السكانية بالنسبة للمساحة. يبقى أول حاجة من ضمن خصائص الدولة الوحدوية تجانس سكانها. زي إيه؟ زي اللغة، زي الدين، زي العرق، العادات والتقاليد، كلنا شبه بعض في دولة زي مصر. اتنين، احنا 120 مليون عايشين على الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم وحبة أماكن جنب منها، فاحنا عدد سكان كتير على مساحة قليلة، فالكثافة السكانية عندنا في مصر مرتفعة.
فدي تاني ميزه او تاني خاصيه من ضمن خصائص الدول الوحدويه. رقم 3، قال لي دايما 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 الدول الوحدويه مساحتها صغيره. رقم 4، يعني افهم من كده ان اي دوله كبيره في المساحه مستر على الخريطه تبقى دوله مش وحدويه؟ ما عدا دوله واحده بس هقول لك عليها دلوقتي. يبقى اول حاجه تجانس السكان، 2 الكثافه السكانيه المرتفعه، 3 ان المساحه تبقى صغيره، 4 قال لي ليس بها عوائق طبيعيه. وهنا تقف. عندي دول معينه كتير عباره عن دوله. احنا خدنا في المحاضره التاسيسيه يا شباب، احنا قلنا ان في نوعين من الدول، في دول جزريه وفي دول حبيسه. وقلت لك ان الدول الحبيسه هي الدول اللي بيحيط بها اليابس من جميع الجهات، والدول الجزريه هي الدوله التي تتكون من جزيره او اكتر، يعني عامله كده جزيره جنب جزيره جنب جزيره، دول كده بقول عليهم دوله جزريه. طيب انا قاعد في الجزيره دي وانت اللي بتتفرج عليا قاعد في الجزيره دي، عايزين نزور بعض، هيبقى سهل ولا صعب؟ صعب، لان يا مستر في عائق هنا في النص ميه، فعشان اروح لك صعب جدا، فبقول عليها عوائق طبيعيه. هل الانسان هو اللي عامل الجزر دي وفصلها عن بعض؟ لا، احنا اتولدنا عشنا في المنطقه دي، يبقى في عوائق طبيعيه. زي ايه؟ قال لي العوائق دي زي جبل، لو انا عايش هنا وانت عايش ورا وما بيننا جبل فاصل، الجبل ده عباره عن ايه؟ عباره عن عائق بيعوق حركه التواصل ما بيني وما بينك، فدي بقول عليها عوائق طبيعيه. يبقى اي دوله فيها عوائق طبيعيه هي دوله مش وحدويه، لان الدول الوحدويه لا فيها جبال كتير ولا فيها صحاري كتير ولا فيها عباره عن جزر كتير، ما فيهاش عوائق، دايما بيبقى في حلقه اتصال ما بين كل اجزاء الدوله وبعضها بسهوله. يبقى افهم من كده ان الدوله الوحدويه بينتشر فيها وجود السهول، زي البحار، زي الحاجات دي اللي بتوصل الناس ببعضها. فالسهول هي اللي بتوصل الدولة السكان أو بتعمل على حركة اتصال السكان ببعضهم. عشان كده الدولة اللي عندها تجانس سكاني، اللي الكثافة السكانية بتاعتها مرتفعة، اللي مساحتها صغيرة، اللي ما فيهاش عوائق، أعرف على طول إنها دولة وحدوية. فاحنا قلنا ان الدوله اللي فيها تجانس سكاني، احنا عارفين التجانس السكاني. وقلت لي دلوقتي يا مستر ان اي دوله مساحتها كبيره افهم على طول انها مش دوله وحدويه. وانت لسه قايل ان في دوله بس مساحتها كبيره بس بينطبق عليها كل الشروط التانيه، عشان كده دوله وحدويه. زي مين؟ قال لي زي دوله الصين. الصين لما نرجع كده نبص على الخريطه بتاعتنا دي، الصين ابص كده، الصين دي دوله كبيره ولا صغيره؟ كبيره جدا. على الرغم ان الصين دولة كبيرة الا انها متجانسة سكانية، عاداتها وتقاليدها واحدة، ديانتها واحدة. بتبص تلاقي اغلب الصفات او الخصائص اللي انا قلت لك عليها بتاعة الدولة الوحدوية بتنطبق على الصين، ما عدا العامل المورفولوجي او العامل الارضي او عامل المساحة. هي مساحتها كبيرة، بس احنا قلنا ان الدول اللي مساحتها كبيرة مش دولة وحدوية. تعال بقى كده، روسيا دولة وحدوية؟ تقول لي بس ده مساحتها كبيرة. لا. كندا دولة وحدوية؟ لا، ده كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية دولة وحدوية؟ لا. البرازيل دي دولة وحدوية؟ لا. استراليا دي دولة وحدوية؟ لا. الهند دي دولة وحدوية؟ لا. فإذا نفهم من كده إن أي دولة على خريطة العالم كبيرة في المساحة مش دولة وحدوية. نرجع تاني أبص ألاقي إن من ضمن خصائص الدول إن دايما بتكون مساحتها صغيرة. كمان قال لي ليس لها عوائق طبيعية، بس في دولة واحدة بس عندها عوائق. زي مين؟ قال لي زي دولة اليابان. اليابان عارفين إنها دولة جزرية عبارة عن مجموعة من الجزر، فالناس عشان تتنقل من الجزيرة دي تروح للجزيرة دي في مية في النص، مية المحيط الهادي، ففي عائق بيعوق حركة السكان من هنا لهنا. عشان كده اليابان متجانسة سكانية، الكثافة السكانية عندها مرتفعة، مساحتها صغيرة بس عندها عوائق، فبينطبق عليها معظم الشروط التانية، فبتخش دايما ضمن خصائص الدول الوحدوية، فهي دولة وحدوية. يبقى احنا كده عايز اقول لك ان انا لما نيجي نقول امثله للدول الوحدويه تقول لي يا مستر ما انا لسه واخد دلوقتي 2، انت لسه قايل لي 2. قلت لي انت دوله الصين، وقلت لي ان في دوله تانية اسمها دوله اليابان، وانت لسه قايل لي ومديني مثال على دوله مصر انها دوله وحدويه. طيب عندي كمان دوله اسمها دوله فرنسا، وحطها في برواز. ليه فرنسا دوله وحدويه؟
قال لي لانها بينطبق عليها كل الشروط. سكانها متجانسين، الكثافه السكانيه عندها مرتفعه، مساحتها صغيره، ما فيهاش عوائق. ففرنسا دي بقول عليها النموذج المثالي. ليه النموذج المثالي؟ لان كل الخصائص بتنطبق عليها. الصين بتنطبق عليها كل الخصائص؟ لا. اليابان؟ لا. مصر؟ لا. ليه؟ لان انا لسه قايل لك ان اي مناطق فيها جبال صحاري، مصر عندها الصحراء الشرقيه والغربيه وبيفصل ما بين سكانها، في ناس قاعده في الصحراء وفي ناس قاعده في المدن وفي ناس قاعده على نهر النيل وناس قاعده على البحار، فمنفصلين شويه لان احنا عندنا صحاري، فالصحاري بتعوق حركه التواصل. مصر مش دوله مثاليه من الدول المركزيه او الدول الوحدويه. انما فرنسا يا باشا بينطبق عليها كل ده. نسيت اقول لك ان في حاجه رقم 5 عندنا من ضمن الخصائص، قال العاصمه في الدولة الوحدوية هي قلب الدولة أو نواة الدولة. يعني إيه العاصمة هي قلب الدولة؟ العاصمة أنا عارف إن هي المنطقة أو المدينة اللي بيتركز فيها كل القرارات السياسية، رئيس الجمهورية قاعد في العاصمة، الوزارات كلها موجودة في العاصمة، مقر مجلس الشعب موجود في العاصمة، العاصمة هي مكان للحكم والإدارة. بس هي أحسن منطقة في الدولة بيتم اختيارها كعاصمة في الدولة الوحدوية. هديك مثال، السعودية عاصمتها الرياض، بس أحسن منطقة في السعودية مكة، لأنها أكتر شهرة من الرياض، أكتر جذبا للسياح. الناس عدد السياح اللي بيروح لها كل سنة لمكة أقوى بكتير جدا من الرياض. عشان كده الرياض هي العاصمة ومكة هي أهم مدينة. هل دي دولة وحدوية؟ السعودية مش دولة وحدوية. ليه؟ لأن لازم يكون أهم مدينة عندك في الدولة هي العاصمة. تعال نطبق الكلام ده على مصر. أهم مدينة موجودة في مصر إيه؟ القاهرة. ليه؟ فيها المؤسسات الثقافية، فيها دار الأوبرا، فيها السفارات بتاعت الدول الخارجية، فيها فرص شغل أعلى، فيها عدد سكان أكتر، فيها الأهرامات، فيها القاهرة الكبرى، فيها الأهرامات، فيها الأماكن الأثرية، الحضارة اللي موجودة في القاهرة أكتر. عشان كده أهم مدينة موجودة في مصر هي القاهرة. طب العاصمة بتاعت مصر؟ القاهرة. فإذا القاهرة هي قلب الدولة. دايما القلب هو أهم جزء أو أهم عضو في الجسم. أهم جزء في المدينة أو في الدولة هي منطقة اسمها قلب الدولة. وقلب الدولة دي بيتم اختيارها كعاصمة في الدولة الإيه؟ في الدولة الوحدوية. يبقى أنا عندي الصين، اليابان، مصر، فرنسا، وأي دولة عندها أهم مدينة في الدولة هي العاصمة أروح أختار على طول إنها دولة وحدوية. زي مين؟ قال لي زي دولة إيطاليا، عاصمتها روما. أهم مدينة في إيطاليا روما. طب عاصمة إيطاليا روما، على طول أفهم إنها دولة وحدوية. زي مين؟ قال لي زي دول كتير جدا، زي دولة اسمها دولة بلجيكا، دولة وحدوية. فإذا أفهم من كده إن الدول الوحدوية هي الدول التي تتسم بتجانس السكان، بالكثافة السكانية المرتفعة، بعدم وجود عوائق طبيعية، بالمساحة الصغيرة، وإن العاصمة هي قلب الدولة وأهم مدينة في الدولة. زي مين؟ زي تعالى ناخدهم على الخريطة. قلنا الصين دي دولة وحدوية. عندي مصر دولة وحدوية، عندي فرنسا دولة وحدوية، عندي إيطاليا دولة وحدوية، عندي اليابان دولة وحدوية. يبقى دول الدول الوحدوية اللي أنا بعرفهم على الخريطة. كلام جميل. يبقى لما أجي أسألك يعني إيه دولة وحدوية، لازم تقول لي إن الدولة الوحدوية هي الدولة التي تتكون من حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد. مجلس نيابي واحد يعني فيها كام دستور؟ دستور واحد بس بيدير شؤونها الداخلية والخارجية. لها سلطتين، السلطة المركزية والسلطة المحلية. السلطة المحلية ملهاش وجود، سلطة صورية، لأنها بتاخد قراراتها من السلطة المركزية. كده احنا خلصنا اول جزئيه، ودي احنا شرحناها بالتفصيل المره اللي فاتت، بس حبيت اديك خلفيه عنها. عندي بعد كده النوع الثاني اللي احنا خدناه من النظام السياسي والاداري. تعالى بس نفتكر، احنا قلنا ان في حاجه اسمها النظام السياسي والاداري، وخدنا ان في دول بقول عليها دول مركزيه ودول تانية بقول عليها دول لا مركزيه. الدول المركزيه بقول عليها دول وحدويه، والدول اللامركزيه بقول عليها دول اتحاديه مركبه لا مركزيه. بتتقسم عندي لنوعين، لدول فيدراليه ودول كونفدراليه. تعال ناخد اول نوع من الدول اللامركزيه، بقول عليه الدول او الدوله الفيدراليه. ايه يا مستر الكلمه دي؟ يعني ايه دوله فيدراليه؟
هقول لك ان الدوله الفيدراليه، عايز اديك بس مصطلح مهم جدا عشان لما نيجي نشرح الجزء ده يبقى بالنسبه لنا واضح. في فرق يا شباب ما بين حاجه اسمها وحده سياسيه، وفي فرق يا شباب ما بين حاجه اسمها وحده اداريه. يعني ايه وحده سياسيه؟ احنا قلنا ان الوحدات السياسيه المقصود بها الدول، فكلمه وحده سياسيه مقصود بها دوله. يبقى الدولة هي وحدة سياسية. وحدة سياسية يعني منطقة لها حدود بتفصلها عن المنطقة التانية. وحدة سياسية بقول عليها دولة. وحدات سياسية يعني دول. طيب يعني ايه بقى يعني ايه وحدة إدارية؟ قال لي الوحدة الإدارية مقصود بها المحافظات. مستر، يعني افهم من كده ان الدولة دي متقسمة لمجموعة من المحافظات. يعني الدولة اللي هي الوحدة السياسية بتضم جواها وحدات إدارية. يعني الوحدة السياسية، الدولة بتتقسم لمجموعة من المحافظات والمدن والمراكز. كل محافظة بقول عليها وحدة إدارية تابعة للوحدة السياسية اللي هي أكبر. فأفهم من كده إن الوحدة السياسية بتضم عدد من الوحدات الإدارية. الغبي هيفهم. الوحدة السياسية بتضم عدد من الوحدات الإدارية. فإذا أفهم من كده إن كلمة وحدات سياسية معناها دول. كلمة وحدات إدارية معناها محافظات. كلمة محافظة معناها جزء في الدولة. ممكن أسميها محافظة، ناس تانية تسميها ولاية، ناس تالتة تسميها مقاطعة، سميها زي ما تسميها. المهم إن كلها زي بعض. محافظه هي كاني قلت لك ولايه، هي كاني قلت لك مقاطعه، كاني قلت لك قسم، كاني قلت لك جزء. كل ده اسمه وحدات اداريه. تعالى بقى يبقى تاني اسالك انا دلوقتي، انا عندي الوحدات السياسيه بتضم عدد من الوحدات الان. رد عليا. بالوحدات الاداريه. كلام جميل. طب يا مستر انت دوهتني ودوختني، احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن حاجه اسمها الدوله الفيدراليه. يعني ايه دوله فيدراليه؟ قال لي هي الدوله التي تنقسم إلى وحدات. جاوب أنت بقى. جاوب أنت ولا فكك من شغل إعدادي ده. الوحدة، الدولة الفيدرالية هي الدولة التي تنقسم إلى وحدات إدارية. لأن إحنا لسه قايلين إن كلمة وحدة سياسية معناها دولة بتضم وحدات إدارية. طيب يبقى الدولة هي التي تنقسم إلى وحدات إدارية زي إيه بقى؟ هتقول لي مثل. إحنا قلنا الوحدات الإدارية بسميها إيه؟ بسميها محافظات أو قطاعات أو ولايات أو سميها زي ما تسميها. طيب مالها الوحدات الإدارية دي؟ قال لي كل وحدة إدارية، كل وحدة إدارية يكون لها قدر من الاستقلال الذاتي. مش فاهم يا مستر. أنا عندي دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا دي متقسمة لولايات. يعني إيه ولايات يا مستر؟ يعني وحدات إدارية. يعني إيه وحدات إدارية؟ يعني ولايات. يعني إيه ولايات؟ يعني أجزاء كأنها محافظات. أمريكا دي متقسمة ل50 ولاية. دي أمريكا. قال لي دي ولاية، ودي ولاية تانية خالص، ودي ولاية تالتة خالص، ودي ولاية رابعة خالص، وهنفضل نعد لحد ما نوصل ل50. يبقى أمريكا اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية متقسمة ل50 ولاية. ال50 ولاية دول كل ولاية بيحكمها واحد اسمه والي أو حاكم الولاية. زي عندنا مثلا كده، احنا عندنا في مصر متقسمة لعدد من المحافظات. كل محافظة بيحكمها واحد اسمه المحافظ اللي هو حاكم المحافظة. حاكم الولاية ده اللي بيتمتع بقدر من الاستقلال الذاتي، يقدر يعمل كل حاجة في الولاية، ياخد قراراته من دماغه، مش زي الحكومة أو مش زي الدولة الوحدوية. الدولة الوحدوية لها سلطتين، لها سلطة مركزية وسلطة محلية. السلطة المحلية ملهاش إنها تاخد قراراتها من دماغها، بتستمد قراراتها من إيه؟ من الحكومة المركزية أو من السلطة المركزية، عشان كده فيها حكومة واحدة بس. إنما هنا قال لي لا، حاكم الولاية ممكن يصحى من النوم الصبح ياخد أي قرار دون الرجوع إلى السلطة المركزية. قال لي بس ليه قدر من الاستقلال الذاتي في كل حاجة فيما عدا الأمور المالية والدفاعية. هديك مثال. أنا
عايش مثلا في ولايه اسمها ولايه نيويورك، وليا واحد صاحبي عايش في ولايه اهو اسمها ولايه كاليفورنيا. دي ولايه نيويورك في امريكا، ودي ولايه كاليفورنيا برضه في امريكا. انا عايش في نيويورك، حبيت اروح اخد قرض من البنك. هيقول لي والله القرض اللي في البنك ده مهمته السداد فيه على 4 سنين مثلا، عايز شروط 1 2 3، ضمانات 1 2 3. القوانين اللي انت هتاخد بيها القرض هتمشي على نيويورك وعلى الولايه اللي بعديها وعلى كل الولايات بتاعت امريكا، لان ده انا هاخد قرض يعني امور ايه؟ امور ماليه. مالوش ان حاكم الولايه يتدخل في القرارات بتاعت الامور الماليه كلها. يعني اقتصاد امريكا كلها متمركز في هيئه تانية خالص، في سلطه تانية خالص. انما السلطه اللي موجوده بتاعت حاكم الولايه هو مثلا لو انا عايش في نيويورك وحبيت اخش جامعه نيويورك الدوليه، حبيت اروح اخد مثلا ايه؟ راح اخد كليه، مثلا ادخل كليه التربيه بس في جامعه نيويورك. فيقوم حاكم الولايه يحط قوانين مثلا هنا. رايح اقدم ورقي في الجامعه، يقول لي بس بعد اذنك انت واخد الثانويه العامه بتاعتك منين؟ اقول له واخد الثانويه العامه بتاعتي من مصر. يقول لي لا، احنا ما بنقبلش غير اي حد غير واخد الثانويه العامه بتاعته من دوله او من ولايه نيويورك. ما بناخدش اي حد واخد منها شهادات خارج امريكا عشان يدخله الجامعه. فصاحبي اللي قاعد في كاليفورنيا ده راح يقدم برضه يخش كليه التربيه، خدوا مني الورق عادي. ليه؟ لان حاكم الولايه حاطط قوانين للولايه دي، حاكم الولايه بتاعت كاليفورنيا حاطط قوانين للولايه بتاعته، ماليش انا دعوه بيها. كل واحد بيحكم الولايه على حسب مزاجه، بس فيما عدا الامور الماليه والامور الدفاعيه. اديك مثال، مصر دلوقتي كونت الجيش بتاعها وراحت تحتل نيويورك. هل ينفع جيش يدافع عن نيويورك بس؟ قال لي لا، ده جيش امريكا كله بياخد القرار عشان يدافع عن اي قطعه تمس امريكا. يبقى حاكم الولايه مش من قراراته الامور الماليه والامور الدفاعيه. طب الامور الماليه زي ايه؟ قال لي زي الاقتصاد، ميزانيه امريكا كلها في ايد سلطه واحده بس. الامور الدفاعيه زي جزئين، جزء الامن الداخلي والامن الخارجي. يعني ايه الامن الداخلي والخارجي؟ مثلا في ثوره او في مثلا ايه انقلاب سياسي في امريكا، فحبوا يعملوا حظر تجول، قال لك ممنوع حد يمشي بعد الساعه 10 بالليل. القرار ده طالع من مين؟ من حاجه اسمها السلطه المركزيه. طب هتمشي على انهي ولايه؟ هتمشي على ال50، لان ده امن داخلي، وطالما الامن الداخلي ما يقدرش يتدخل فيه حاكم الولايه. طالما في امن داخلي وفي قرار طلع من السلطه المركزيه، يبقى تمشي على نيويورك واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها وعلى ال50 ولايه كلهم. يبقى حاكم الولايه بيصحى من النوم الصبح يروح شغله عشان ياخد قرارات للولايه في كل حاجه فيما عدا الامور الماليه والدفاعيه. الامور الماليه زي الاقتصاد، الامور الدفاعيه زي الامن الداخلي. طب في امن خارجي زي ايه؟ زي مهمته الدفاع عن نيويورك، ملوش دعوه هو. الدفاع او تكون الجيش او قرارات الجيش، مثلا حاكم ولايه نيويورك ملوش ان هو يقول لك ان التجنيد اجباري ولا مش اجباري، التجنيد مدته سنه ولا سنتين. قوانين التجنيد بتاعه الجيش دي ما تخصش حاكم الولايه، تخص مين؟ تخص السلطه المركزيه، سلطه تانية خالص. انما حاكم الولايه انا قلت لك ان في الاول خالص قلت لك ان في سلطتين، في سلطه مركزيه وفي سلطه محليه. السلطه المركزيه دي اللي موجوده في العاصمه، والسلطه المحليه اللي هي الاقاليم، اللي هي المحافظات، اللي هي الولايات. طب حاكم الولايه ده سلطه محليه ولا مركزيه؟ ده سلطه محليه. طب السلطه المركزيه اللي هي ايه؟ اللي هو رئيس امريكا، اللي هو اللي بياخد اي حد بيتعلق اموره بالامور الماليه والدفاعيه، ده بقول عليها ايه؟ بقول عليها سلطه مركزيه. يبقى في كم حكومه في الدوله الفيدراليه؟ في حكومتين او في سلطتين. في سلطه محليه، حاكم الولايه بياخد قرارات ما بيستمدش قراراته من السلطه المركزيه، فاذا ليه سلطه وليه سياده على ارضه. والسلطه المركزيه بتتدخل في الشؤون الماليه او الشؤون الدفاعيه زي الامن الداخلي والامن الخارجي. كمان في حاجه قال لي كمان، مالوش ان هو يتدخل في التمثيل الدبلوماسي. مثلا امريكا داخله حلف معين،
امريكا عامله تكتل اقتصادي، حاكم الولايه ملوش ان هو يقول لك انا هتدخل هنا ولا لا، او كمان حاكم الولايه ملوش ان هو يتكلم باسم الولايه بتاعته مع دوله اخرى. اللي بيتكلم مع الدول الاخرى واللي هو بيمثل امريكا السلطه المركزيه. عشان كده السلطه المحليه لها قدر من الاستقلال الذاتي في كل الامور اللي بتخص السكان بتوع الولايه. طالما خرجت بره الولايه يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها سلطه مركزيه، زي الامور الماليه والامور الدفاعيه والتمثيل الدبلوماسي. تعالى بقى مليني يعني ايه دوله فيدراليه؟ قول. هتقول يا مستر هي الدوله التي تنقسم الى وحدات اداريه كل واحده لها قدر من الاستقلال الذاتي فيما عدا الأمور المالية والدفاعية. عندي بقى هنا أعرفها إزاي الدولة الفيدرالية دي؟ يعني أنا مثلا لما أجي أبص على خريطة العالم، إحنا قلنا إن أي دولة مساحتها صغيرة دولة وحدوية، أي دولة مساحتها كبيرة هتبقى دولة إيه؟ مش وحدوية، أكيد دولة فيدرالية. فإذا أنا أعرف إزاي الدول الفيدرالية على الخريطة؟ قال لي عندي حاجة اسمها خصائص الدول الفيدرالية. إيه هي خصائص الدول الفيدرالية؟ قال لي واحد، ودي أهم حاجة عندها، أهم حاجة إنها لها سلطتين، لها سلطة مركزية ولها سلطة محلية. تقول لي يا مستر ثانية واحدة، ما أنت قايل لي برضه نفس البقين دول وقلت لي إن الدولة الوحدوية لها سلطتين. أيوة يا حبيبي، ما أنا قلت لك لها سلطتين، بس مين اللي بياخد القرار؟ سلطة واحدة. هنا اللي بياخد القرار السلطتين، عشان كده فيها حكومتين فعالين، يعني بياخدوا قرارات وما بيتدخلوش في شؤون بعض، ماشيين بتوازن. يعني ايه؟ يعني حاكم الولايه بياخد قرارات بتخص السكان وبينظم لهم حياتهم وبيوفر فرص عمل وبيبني مدارس ويعمل كوبري ويبدا يعمل مشروعات عنده في الولايه، دون الرجوع الى السلطه المركزيه اللي هي اصلا بتمارس سيادتها في الامور الماليه والدفاعيه والتمثيل الدبلوماسي، دون الرجوع لحاكم الولايه. كل واحد بيشوف شغله مع نفسه دون الرجوع للتاني. فاذا ده بياخد قراراته من دماغه وده بياخد قراراته من دماغه. عشان كده انا عندي سلطتين، يعني عندي حكومتين. عندي سلطه بقول عليها السلطه المركزيه، ودي خصائصها ايه بقى؟ شغالين بيعملوا ايه يعني؟ قال لي بيتكلموا في الامور الماليه والدفاعيه، وقلنا والتمثيل الايه؟ التمثيل الدبلوماسي. اقول لك بالبلدي، اي حاجه تبع وزاره الماليه سلطه مركزيه، اي حاجه تبع وزاره الداخليه سلطه مركزيه، اي حاجه تبع وزاره الحربيه سلطه مركزيه، اي حاجه تبع تمثيل امريكا مع اي دوله تانية سلطه مركزيه. انما السلطه المحليه دي شغالين بيعملوا ايه؟ قال لي السلطه المحليه مهمتها اداره الشؤون الحياتيه للسكان. يعني حاكم الولايه هو اللي بيوظف الناس اللي عنده، حاكم الولايه هو اللي مكلف بتعليمهم، هيعلمهم ازاي، هيبني لهم مدارس ايه، هيعالجهم ازاي، تامين صحي، هيصف لهم الطرق، هيعمل لهم كوبري، هينظم لهم وسائل النقل والمواصلات. الخدمات الحياتيه بتاعت البني ادمين كل يوم من اختصاصات مين؟ السلطه المحليه. بيجي يسالني يقول لي ايه بقى؟ يقول لي قامت جائحه كورونا في الولايات المتحده الامريكيه، قامت السلطه نقط مثلا باجراء الكشف الطبي على السكان. انهي سلطه اللي هتكشف؟ احنا قلنا طالما دخل فيها سكان يبقى سلطه محليه. السلطه المحليه هي اللي بتعلم الناس وهي اللي بتعالجهم وهي اللي بتوفر لهم فرص عمل وهي اللي بتنظم لهم وسائل النقل والمواصلات. اي حاجه لها علاقه بالسكان تبقى سلطه محليه. يبقى خصائص الدوله الفيدراليه اول حاجه انها عندها حكومتين. طب رقم اتنين قال لي مساحتها كبيره. رقم 3 إن السكان اللي موجودين عندي في الولايات المتحدة الأمريكية لهم الأحقية في المشاركة في الحكم. هديك مثال، هو وزير الداخلية ده أنه سلطة مركزية ولا سلطة محلية؟ هتقول لي يا مستر سلطة مركزية، لأن أي حاجة تبع الأمن والدفاع هتبقى سلطة مركزية. هقول لك كلام جميل، هو وزير الداخلية ده شرط أساسي يكون قاعد في العاصمة؟ لا. طب تعالى نرجع كده بالزمن لورا شويه. انا عندي، طب تعالى بقى نفهم
هو ليه مثلا وزير الداخليه ده بيتم اختياره ازاي؟ قال لي بيتم اختياره عن طريق الانتخاب. طب هل شرط اساسي يكون قاعد في العاصمه؟ يعني مثلا عاصمه امريكا ولتكن مدينه اسمها واشنطن او ولايه اسمها واشنطن، لازم يكون وزير الداخليه قاعد هنا؟ لا، عادي ممكن يكون قاعد في ولايه تانية بعيده خالص اسمها ولايه الاسكا، ويتم اختياره كوزير للداخليه ويروح يقعد هنا. فبس ان الشعب اللي موجود في امريكا كله ليه حق في المشاركه في السلطه المحليه والسلطه المركزيه. يبقى انا افهم من كده ان السلطه المحليه والسلطه المركزيه بيتم اختيارهم من قبل الشعب، فبيقول لي الشعب له الحق في المشاركه في الحكم. طب يا مستر، انا عندي كام دستور هنا بيدير الدوله؟ قال لي بتتمتع الدوله الفيدراليه بدستور واحد فقط. هو ده بيشبه مين؟ يعني دوله فيدراليه عندها دستور واحد، والدوله الوحدويه عندها كام دستور؟ واحد برضه. يبقى الدوله الفيدراليه والدوله الوحدويه بيتشابهوا مع بعض في القوانين، دي عندها دستور واحد والتانية عندها مجلس نيابي واحد اللي هو بيحط له الدستور، فدي عندها دستور واحد برضه. طيب عندي بعد كده من ضمن خصائص الدولة الفيدرالية إن في توازن. قال لي هناك توازن بين السلطة المحلية والسلطة المركزية. يعني إيه توازن يا صاحبي؟ هقول لك يعني إيه توازن. السلطة المحلية شايفة شغلها في الإقليم، السلطة المركزية شايفة شغلها في العاصمة، دي شايفة شغلها على أكمل وجه ودي شايفة شغلها على أكمل وجه، والاتنين ما يتعارضوش شغلهم مع بعض. يعني السلطة المحلية ما بتاخدش قرارات بتتعارض قراراتها مع السلطة المركزية، الاتنين ماشيين بتوافق وتوازن بشكل كبير جدا. طب أنا أعرفها إزاي على الخريطة؟ ما أنا قلت لك مساحتها كبيرة. تعالى بقى نشوف. قال لي أنا عندي مثلا، اما نرجع للخريطه كده، انا عندي ان الصين واليابان ومصر وفرنسا وايطاليا كل دول ايه؟ دول وحدويه. عايز اعرف بقى انهي الدول المش وحدويه بقى، الدوله الفيدراليه. عندي دوله زي روسيا، شوف مساحتها عامله ازاي. عندي دوله زي كندا، عندي دوله زي الولايات المتحده الامريكيه، عندي دوله زي البرازيل، عندي دوله زي الهند، عندي دوله زي استراليا. كل دي دول فيدراليه. يعني ايه فيدراليه؟ احنا قلنا هي الدوله اللي بتتقسم لوحدات اداريه، كل وحده اداريه لها قدر من الاستقلال. محافظ كفر الشيخ يعرف ياخد قرار من نفسه؟ لا، لازم يرجع لدماغ او لقرارات السلطه المركزيه، لازم يستمد قراراته من السلطه المركزيه ويروح ينفذ القرارات. وزير محافظ كفر الشيخ ما يقدرش يفتح جامعه اسمها جامعه كفر الشيخ دون الرجوع لرئيس الوزراء ووزير التعليم ورئيس الجمهوريه، لان دول بقول عليهم سلطه مركزيه، هم دول اللي هياخدوا القرار اللي هينفذه المحافظ. فاحنا هنا كدوله فيدراليه مفيش الكلام ده. قلنا كل وحده اداريه او كل والي او حاكم ولايه او محافظ له قدر من الاستقلال الذاتي في كل حاجه فيما عدا الامور الماليه والامور الدفاعيه. يبقى احنا كده اتكلمنا على الدوله الفيدراليه. ممكن بقى تمليني الامثله بتاعتها عشان نخلصها؟ احنا قلنا امثله الدوله الفيدراليه ايه؟ واحد، قلنا دوله روسيا. اتنين، دوله كندا. تلاته، الولايات المتحده الامريكيه. اربعه، عندي دوله الهند. خمسه، عندي دوله البرازيل. سته، عندي دوله استراليا. يبقى كل دول ايه؟ دول فيدراليه. دول فيدراليه اللي هي نوع من انواع الدول اللامركزيه، اللي هي نوع من انواع الدول الاتحاديه المركبه.